السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جدل رياضي جديد. جدل رياضي جديد حول مباريات وحاجات والاتحاد والأهلي والزمالك وبيراميدز والقرارات. واليومين دول فيه شوية جدل كتار حوالين الرياضة في مصر وبوريدة والرابطة والأهلي والزمالك وبيراميدز. أول حاجة حابب إن أنا أقول لأبو ريدة ده التحكيم. قبل ما تقول إن إحنا عايزين نخلي في ثقة في التحكيم وثقة للتحكيم والتحكيم يكون واثق من نفسه، خد مباراة الزمالك وسيراميكا ووريهم لمين؟ للحكام عندك وقول لهم ده التحكيم. امبارح كانت مباراة اللي فاز بها الزمالك في آخر ثواني من المباراة 2-1 على سيراميكا. كانت مباراة روعة الروعة بما يرضي الله. مباراة كويسة جدا جدا، فنيا على تحكيميا طبعا، وتحكيميا فوق القدر. وده لو بص، الحكم لو كان ادى الزمالك 50 ضربة جزاء امبارح كنت هقول له تعظيم سلام. تعظيم سلام، لان اي نعم ضربة الجزاء الاولانية فيها شك لكن تتحسب. يعني فيها لو ما حسبهاش محدش يقدر يتكلم، ولو حسبها برضه محدش يقدر يتكلم. لان والتانية طبعا اللي هي ضائعات، محدش يقدر يقول فيها تلت تلاتة كام. بس تحكيم سعيد، يعني عمل مباراة بما يرضي الله تتدرس للتحكيم المصري، تتدرس. وكانت مباراة جميلة جدا والزمالك استحق الفوز، ولو كان فاز سيراميكا كان هيكون مستحق الفوز لأنه عمل أداء جميل جدا جميل جدا. الزمالك طبعا ناقصه شوية حاجات كده، بس هو أدى مباراة كويسة وفاز 2-1 بأداء جميل بصراحة. وعندك طبعا بيراميدز 4-0 على البنك. البنك ده طبعا ما راحش عشان خاطر ان بيراميدز حاطط فلوسه في البنك الاهلي، فحط فلوسه كلها في البنك، فالبنك ما يقدرش يلعب قدام. وطبعا بهزر، انما اداء البنك ده اداء مكنه اي تي ام، مش اداء البنك الاهلي ده خالص. خصوصا لما بيكون بيلعب قدام الاهلي او الزمالك، مش ده اداؤه. وان يشيل اربعه في دقه مش، ما علينا. تاني قرار الأهلي في الانسحاب لسه محدش يعرف، أو لسه ما. بس أنا زي ما قلت من حلقة، من يمكن من 3 4 حلقات لورا كده، النادي الأهلي هيلعب. النادي الأهلي هيلعب، والنادي الأهلي قدامه بالظبط يعني 3 خيارات أو 4 خيارات عشان الأضرار. الخيار الأول إن هو يعني يرجع يلعب بالقوام الأساسي. القوام الأساسي يرجع يلعب بيه وخلاص، ومباراة وانتهت، واللي حصل حصل وكمل في التصعيد عادي زي ما هو عاوز يعني. تمام. القرار التاني اللي ممكن يتاخد ان هو يكمل المباراة، يلعب باقي يرجع للدوري ويلعب بناشئين. وده شيء يعني ما اظنش، لان هو لو عمل كده هيخسر حتى وصفة الدوري، او هيخسر الدوري تيم. هو كده كده ممكن يكون الترتيبه بتاعته ان هو الاهلي يخسر الدوري والزمالك يخسر الدوري، لان كده كده الزمالك خارج المنافسه. ومش خارج المنافسه يعني نظريا. انما لو جيت في ارض الملعب الزمالك لو شد حاله ورجع وفاز ممكن يعني 30%، والاهلي قدامه ممكن تقول 50 60%، ده حتى بعد خصم النقاط. لان طبعا بيراميدز ما اظنش انه هي، يعني لو وقع في مباراه تاني والاهلي كمان خلاص يعني تساوت الرؤوس. لان كله طمعان في فلوس النادي الاهلي اللي جايه من بره، الدولارات اللي جايه من بره، طمعانين فيها. خصوصا ابو ريده كماشه من الاخر، الكماشه اتعملت على النادي الاهلي. كماشه معنى كلمه كماشه، كماشه اتعملت على النادي الاهلي وجرى التفصيل فيها زي ما قال الكتاب بالظبط. من بدايه ما اون عملت اللعبه اتغيرت، وده اللي كان مقصود بيها النادي الاهلي، ان اللعبه اتغيرت تماما تماما. الدولارات عملت شغلها في الوسط الرياضي،
فلوس عاملة الشغل في الوسط الرياضي، خصوصا أبو ريدة وصبحي أخدوا قرار، يا إحنا يا الخطيب. لأن هما ما بيحبوش الناجح، عشان هما فشلوا في كل أنظمتهم. أبو ريدة نجح بره ما نجحش هنا. ممكن الحاجة الرابعة إن هو يطعم ناشئين على أساسيين ويلعب بيهم، وده شيء مستبعد. وأنا بقول لك إن القرار هيتاخد بعودة النادي الأهلي بالتيم الكامل، بالتيم الكامل. وخدها مني، هيلعب بالتيم الكامل برضاه غصب عنه، هيلعب بالتيم الكامل. الأسباب تسويقية، مش هقول لك أكتر من كده. وده كل اللي أقدر أقوله لك. وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وكل سنة وأنتم طيبين، ومتابعة ولايك وشير والحاجات اللي بيعملوها دي. ولحد كده أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.